إذا كان في بيت فيه أطفال، مفيش داعي أبدا بحقيقي يعني إنه يبقى فيه عصبية، لأن الطفل من جوه بيتهز، من جوه بيضعف، بيبقى عنده هشاشة في الأمن والأمان، على طول خايف، ده بابا جه، دي ماما مش عارفة اتنرفزت. ده لازم يخليك ان انت تتصالح بسهولة. بلاش تأجل الصلح، ما انت كده كده هتتصالح، كده كده هتتصالحي، بدل ما تستنى اسبوع وتقعد تقول حقك عليا وانا اسف واعتذارات والحاجات دي. ليه؟ طب ما في وقتها على طول حقك عليا، او كلمة طيبة او طبطبة. الموضوع اسهل بكتير مما تتخيلوا يا جماعة. مفيش وقت، مفيش وقت بجد. يعني هاتوا كده مرة ان شاء الله تجيبوا كيلو لب وتقول ياه، او بتاع فشار ده اللي بنعمله في البيت، يا انا هاكل كل ده، تبص تلاقي نفسك نص ساعة خلص، تك 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 تك، بيخلص الهرم الكبير ده المليان بيخلص، كل حاجة بتخلص. فمن فضلكم احترموا الوقت، والوقت ده اللي هو حياتنا. اتصالحوا بسرعة، اتصالحوا بسهولة. واللي بيزعل حلو، ازعلي يا حبيبتي وقولي وعبري انا زعلانة منك او انا زعلانة منك. ليه يا حبيبتي؟ لا ما تزعليش مني، حقك عليا، زعلتك في حاجة. دي حاجة عايز اقول النصيحة بسرعة قبل ما امشي، خلي قلبك ابيض. يعني احنا بنتشطر ان احنا نغسل وشنا ونتشطر وناخد حمامات ونتشطر ونعمل شعرنا، وفي ناس بقى عندها فلوس كتير تروح تتشطر تغير وشها. سهل قوي ان انا اغسل قلبي واخليه زي الفل. خلي قلبك ابيض، واعرف دايما ان انت اللي بتتعامل معاه ده الكبير قوي قوي ربنا سبحانه وتعالى. هي دي عندك بقى المعاملة. قالك ايه؟ الدين في المعاملة، او الدين معاملة. باين ان انت متصالح مع نفسك عشان تقدر تتصالح مع اللي قدامك. اوكي؟ سهل قوي انك تقول ايه؟ حقك عليا.